اكسبيرينس حاجات انا كنت شغاله فيها، انا ما عنديش التكنيكال نو هاو بتاعها، ولازم يجمع التيم ده، لازم يبقوا مدركين ان هم شغالين مع بعضهم. يعني انا بتعامل مع التيم بتاعي من هنا في مصر، بتعامل معاهم فيس تو فيس، غير لما بتعامل مع تيم اوف شور ومن جنسيات مختلفه، غير ما بتعامل مع عميل اصلا من بلد تانية بثقافه مختلفه بلغه مختلفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من جي دي سكيلز بودكاست. الشغلانة عايزة ايه؟ النهاردة هيبقى معانا رول، سواء انت لسه النهاردة بتشتغل في اول يوم ليك او بقالك اكسبيرينس كتير، لازم هتقابل الرول ده. النهاردة هيبقى معانا الرول بتاع بروجكت مانجر، وهيبقى معانا النهاردة بإذن الله شيماء ربيع. ازيك يا شيماء؟ ايه الأخبار؟ اهلا يا احمد. سينيور بروجرام مانجر بخبرة أكتر من 20 سنة. ازيك؟ ايه الأخبار؟ كله الحمد كويس؟ لله الحمد الحمد لله. لله. ممكن نتعرف وصلنا هنا ازاي؟ طيب، انا اسمي شيماء ربيع، انا سينيور بروجرام مانجر، اكتر من 20 سنه خبره. انا اساسي اصلا متخرجه من حاسبات ومعلومات عين شمس. من اول ما اتخرجت انا اشتغلت في مجال الاي ار بي، وصدفه يعني انا دخلت، ما كنتش اصلا كان في باك جراوند او حاجه عن المجال ده وقت دراسه الكليه، ولكن دخلت في مشروع يخص حاجه حكوميه، يعني جهه حكوميه، ودخلت فيه كسابورت، ومنه ابتديت اتحرك لاوراكل بارتنر، وكملت في الكارير ده از تكنيكال كونسلتنت. ومنها ابتديت اترقى بقى شويه بشويه، بقيت تيم ليدر، بقيت تكنيكال مانجر، مسؤوله عن تيم متوزع على مشاريع وهكذا. فلقيت ان انا بطبيعه الشغل انا مسؤوله عن اشخاص بيشتغلوا في مشاريع مختلفه، انا بحط لهم خطه المشروع، ببتدي احط الاستيميت هيخلصوا ايه امتى، بشارك المدير المشروع في البلان بتاعته وهكذا. بس انا كان ينقصني حته الكاستمر انترفيسنج، ومن هنا ابتديت افكر في ان انا اسويتش للبروجكت مانجمنت. وساعتها انا كاكسبيرينس كانت مساعداني ان انا اعمل سويتش دوت، ولكن بس كان ينقصني الحته مثلا بتاعت سيرتيفيكت او كده، فابتديت اخد كورس البي ام بي وسيرتيفايد بي ام بي، وكملت في الكارير ده. كنت ابتديت از بروجكت مانجر، وانا حاليا سينيور بروجرام مانجر. طيب لو هناخد بقى كده تفصيلة الرول بتاعة البروجكت مانجر، ايه هي يومه بيبقى عامل ازاي، او التاسكات اللي هو بيتابعها كل يوم؟ طيب، دور المدير المشروع هو بيبتدي بس حسب مراحل المشروع. يعني انا يمكن انا بطبيعه برضو شغلي انا ببتدي ابقى انجيجد بدايه من المرحله البري سيلز. احنا لسه في ار اف بي، لسه في مناقصه، لسه في كاستمر ريكويرمنت، لسه ما فيش مشروع. تمام. فممكن ببقى داخله في الجزء ده، داخله ببتدي اشوف ايه اللي مطلوب، نبتدي نحط توقع لشكل المشروع هيبقى شكله عامل ازاي، بنحط استيميشن عدد الافراد اللي هتشتغل، السكيلز بتاعتهم، نعمل تسعير المشروع، في اي اسامبشنز، في اي حاجه كونسيدريشن، في حاجات لازم نحطها واضحه انها بتبقى اجزاء من كتابه العقد بتاعه المشروع. الحاجات دي كلها انا ببقى انجيجد فيها. مش كل المشاريع اللي انا ابتديتها كنت انجيجد فيها او كنت متدخله من مرحله البري سيلز، ولكن ده كان جزء برضو من شغلي. فده الرول بتاعتي في مرحله البري سيلز. تمام. طب بنبتدي خلاص المشروع اوردد وبقى معانا، ببتدي بيبقى في احتكاك مباشر مع العميل. الاحتكاك المباشر ده هنبتدي نحط كده، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نبتدي نحط مين الستيك هولدرز اللي هيشتغلوا، انا التيم بتاعي مين، معلش، يعني ايه الستيك هولدرز؟ الاشخاص اللي ليها تاثير على المشروع. تمام. الاشخاص ده دي من ممكن ناحية تكون الكاستمر ومن ناحية الشركة من ناحيه الفندور اللي كل بيقدم الخدمة. الاطراف، اذا كانت اللي كان ليها انبوتس او في اوتبوتس من المشروع دوت هياثر عليهم. تمام. فالعميل طبعا ده حد مستفيد من المشروع، وبالتالي هما في اشخاص لازم تشارك. الاشخاص دي انا ممكن يكون الناس اللي انا هشتغل معاها ليهم وظائف ممكن او رولز ممكن هتكون موجوده في المشروع. ببتدي اعرف التيم دوت برضو نفس الشيء من عندي، ابتدي احط مرحله مبدئيه كده، ابتدي اعرف التشارتر بتاع المشروع. التشارتر ده ما هو الا الوثيقه اللي بنتفق عليها، في عقد، ولكن ما يجب عن العقد ده هو التشارتر اللي احنا بنحط كل حاجه موجوده فيه. اذا كان بنراجع تاني والله السكوب بتفاصيله اهي، مين الاشخاص اللي معنيه، ايه الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعتنا، الجزء المالي اللي يخص المشروع، كل الحاجات دي. ودي بتبقى الوثيقه اللي هم كل الاطراف الفعليين اللي بيشتغلوا. يعني متفقين انا عليها. مرحله العقد بتبقى مثلا مجرد ان هو حد ليه سلطه مثلا ان هو بيمضي المشروع او كده، فهو الطرفين هم بس. ولكن الاشخاص اللي هتشتغل على في ارض الملعب بقى هم دول اللي بيبقوا ايه شايفين التشارتر ده، وبيكونوا متاكدين خلاص دي الوثيقه اللي احنا متفقين عليها. تمام. خلاص حطينا، بنحط خطه مبدئيه. انا الخطه المبدئيه دي ببتدي اشتغل مع التيم بتاعي، لازم انا بعمل البلان معاهم، باخد الانبوتس بتاعتهم، باخد الكونفورميشن بتاعتهم، وبعد كده بشير البلان دي مع العميل، تمام. وببتدي اراجعها معاه. انا كل ده انا لسه ما ابتديتش المشروع.
بعد كده انا ببتدي المشروع بقى، بنبتدي اناونس ان احنا نكيك اوف المشروع. ابتدينا المشروع وببتدي شغلي، فده انا كان شغلي في مرحله البري سيلز، بريسيلز ده في مرحله الانيشيشن او المرحله البدائيه من بدايه المشروع، المشروع. وبعد كده مرحله الاكسكيوشن. في مرحله الاكسكيوشن بقى احنا عندنا مرحلة بلان. التنفيذ الفعلي بقى للمشروع. بالظبط، احنا طيب عندنا بلان شغالين عليها. بنبتدي نشوف مين المفروض يعمل ايه امتى، وايه الحاجات اللي معتمده على ايه، تمام ونبتدي نشوف ايه الكريتيكال باث بتاعنا. كل الحاجات ده بقى ده شغلي كل يوم، ان احنا نبتدي نشوف مين بيعمل ايه، بنتابع في متابعه داخليه مع التيم، في متابعه مع العميل. نبتدي نشوف مثلا الفتره اللي فاتت احنا كان المفروض نعمل ايه، خلصنا ايه منه، يمكن خلصنا حاجات زياده نكون سابقين، في حاجات لسه ناقصه. طب دي تاثيرها ايه؟ هل عندنا اي ريسكس مثلا موجوده؟ هل في ايشوز؟ تاثيرها هيكون شكله عامل ازاي؟ المتابعات ديت بتكون تحصل بصفه دوريه طول ما احنا شغالين في المشروع. تمام. بس دي مرحلة الاكسكيوشن لحد ما بنكون مخلصين ان شاء الله ونكون قايمين لايف. طيب لو جينا بقى نمسك كده الدور بتاع الاولاني بريسيلز، انا خلاص عرفت السكوب بتاعي. مم. ممكن تشرح لنا لو حد لسه ما يعرفش يعني ايه كلمة سكوب؟ وبرضو لو هنتكلم بقى هناخد سبيشالايز على موضوع اوراكل مثلا، مم. مشاريع اوراكل. طيب السكوب المقصود بيه ايه؟ انا الفكرة كلها كلمة ان انا مثلا عايز اعمل سيستم، تمام انا حاجة تو ساتيسفاي او ترضي الريكويرمنتس بتاعتي. فده كلام عام تماما. مم. فانا لازم الكلام ده لازم يكون بشكل واضح. شكل واضح يعني ايه؟ يعني يكون كوانتيتيف او حاجه اقدر او ميجربل، حاجه اقدر اقيسها. تمام فبالتالي انا لازم ابتدي اوضح ان انا السكوب بتاعي ده لازم يكون ليه حدود معينه. كاني مثلا بعرف انا والله ان انا لازم هعرف انا هعمل المشروع ده لشركه واحده بس، مم. انا مش هعمل لشركات تانية. انا هعرف لك مثلا عدد معين من الموديولز الطلبات مثلا اللي المعين، هنشتغل بالظبط عليها، هنشتغل الموديولز على اللي اي هنشتغل موديولز؟ عليها، انهي موديولز اللي انا هشتغل عليها. انا هعمل لك كام تقرير، انا هعمل لك كام شاشه، انا هعمل كام انتجريشن او تكامل مع انظمه تانية، وهكذا. الحاجات دي لازم تكون بشكل واضح. مم. ده اللي انا هعمله، انت دورك ايه فيه، انا هرفع انهي بيانات اللي انا هرفعها، حلو قوي. وهكذا. يعني فانا لازم السكوب دي المقصود بيها ان انا لازم تكون حاجه اقدر اقيسها. لكن حته ان انا هرفع لك بياناتك اللي هي ايه، مفيش حاجه اسمها كده. فانا لازم احط الحاجه دي بكم معين علشان اقدر اقول ان انا ام كوميتد، ان انا او انا ملزمه ان انا اسلم الشيء ده في وقت معين، بمبلغ او بتكلفه معينه. تمام فعشان انا لما احدد ان انا يكون ليا ميزانيه معينه او بادجت معينه للمشروع، ووقت معين انا ملزمه ان انا اسلمه، فلازم احدد سكوب انا هقدر اسلم ايه. حلو قوي. فهو ده اللي مقصود بيها ان انا ببتدي احطه، وببتدي احط الاسامبشنز بتاعتي. انا حاطه فرضيات معينه، فرضيات ان انا عشان اعمل المشروع دوت وانجحه فلازم يكون في واحد واثنين وثلاثه. الفرضيات دي في حاجات بتبقى واضحه بقولها صريحه ان دي اوت في السكوب بتاعي، مش هعملها. فعشان يبقى الكلام واضح، لان ممكن بتبقى ساعات انا ليا طلب بشكل معين انت بتترجمه بشكل مختلف. مظبوط. فالحل ان هو لازم الكلام ده يكون موثق ومكتوب بصوره واضحه تكون مفهومه لكل الاطراف. تمام. طيب احنا دلوقتي حددنا السكوب اللي احنا هنشتغل عليه. سي مثلا انا عندي مصنع واحد واتفقنا ان المصنع ده احنا هنعمل له امبلمنتيشن. مم. فاتفقنا على الموديولز، وكل موديولز عندي فاينانس، عندي سبلاي تشين، تصنيع، شؤون عاملين، وهكذا. طيب بنيجي لمرحله الاكسكيوشن. يعني ان احنا عارفين مرحله الاكسكيوشن دي كبيره قوي، من اول الاناليسيز لغايه ما بسلم الجو لايف. مم. لو ناخد كده فيز وهل برضو الفيزز دي هتبقى واحده على كل المشاريع ولا بتختلف من مشروع لمشروع؟ طيب الفيزز بتاعت المشاريع باختلاف الميثودولوجيز اللي احنا بنشتغل عليها، هي في الاخر هي الفيزز اللي بتمر بيها اي سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. حلو. يعني انا مرحله مثلا اناليسيز، وبعدين اناليسيز يعني ابتدي اخد الريكويرمنتس بتاعتي واحللها، اعمل ديزاين، ابتدي اترجم الريكويرمنتس ديت، انا هبتدي اترجمها، ارسم لها شكل كده انا هرسمه شكله ازاي على السيستم بتاعي. وبعدين مرحله البيلد او الكونستراكشن، ابتدي اعمل كونفيجريشن، ابتدي اعمل ديفلوبمنت، ابني الحاجه فعليا على الارض. وبعد كده المرحله بتاعه الترانزيشن، انا مرحله الانتقال ديت انا خلاص بنيت السيستم، وهبتدي ادرب وادي اسلم السيستم دوت للعميل بتاعي، جربوه انتوا وادوني الفيدباك. وانس اتس كونفيرمد خلاص مرحله التستنج خلاص عدت، ابتدي انقل البرودكشن ونقوم لايف. تمام. باختلاف المسميات بقى بتاعه المراحل دي، هي في الاخر هي دي المراحل اللي بيمر بيها اي المشروع. مشروع. بالظبط، المسميات ممكن تكون كألفاظ مثلا بتختلف من ميثودولوجي لميثودولوجي تانية، ولكن كهاي ليفل هو ده المراحل اللي بيعدي بيها. تمام. الميثودولوجي دي مقصود بيها اللي هي طريقه التنفيذ. اه
تمام. هل بيبقى ليها امثله مثلا زي الاجايل، سكارم، الحاجات كده ولا؟ لا، الاجايل لا، دي طريقه تسليم مختلفه عن الووتر فول. اللي انا بقوله ده، كل اللي انا قلته دلوقتي من ناحيه الاناليسيس، ديزاين، كونستراكشن، وبعدين ترانزيشن وجو لايف، دي الووتر فول. حلو. دي طريقه في الامبلمنتيشن او في المانجمنت بتاعت المشاريع. الفكره كلها في الووتر فول، الفكره كلها ايه؟ ان انت بتاخد السكوب ككل، تعمله اناليسيس، مم. وتبتدي تحط ديزاين للسولوشن اند تو اند من اوله لاخره. ده اللي انا هبنيه. وبعدين بتبني. انت ممكن تبني على مراحل، بس انت حطيت الباوندرز بتاعت المشروع من اوله لاخره، والبادجت بتاعته من اوله لاخره فروم داي 1. تمام. فده الطريقه بتاعت الووتر فول. بطبيعه اصلا الاي ار بي امبلمنتيشنز هي ووتر فول. تمام. الاجايل از فيري سكسسفول وطريقه ناجحه جدا في السوفت وير ديفلوبمنت. ليه؟ لان انا ببني فروم سكراتش. بطبيعه الاي ار بي از نوت يعني فروم سكراتش سيستم. ده ريدي ميد سيستم، وانت مجرد ان انت بتعمله كونفيجريشن علشان تو ماتش الريكويرمنتس بتاعت العميل ده. تمام. طيب الاجايل، انا اشتغلت اجايل ولكن في بيور سوفت وير ديفلوبمنت. يعني انا بنيت موبايل ابلكيشن بورتال، ده بنيته فروم سكراتش. طب الاجايل ميزته ايه؟ انا الاجايل الفكره كلها انا عندي اوتبوت على تايم انترفال صغير. يعني انا ممكن كل اسبوع كل اسبوعين انا بطلع اوتبوت، بس تمام. بطلع اوتبوت صغير. انا ممكن اطلع بنيت شاشه، عملت فاليديشن، شغلت زرار، وهكذا. انا على طول عندي كل اسبوع كل اسبوعين في اوتبوت صغير، وببتدي نطلعه مع بعض. تمام. بطبيعه الاي ار بي مش هيشتغل بالطريقه دي، لان انا مش ببني حاجه فروم سكراتش. يعني انا مش هقدر اعمل الكونفيجريشن اقول له والله انا حطيت لك الاستراكشر بتاع الشارت اكونت بتاعتك يلا نشوفه. ملهاش معنى. مم. يعني فاهم قصدي؟ هي لازم اخد سايكل كامله، بالظبط كده. انا لازم اخلص بس بروكيور تو البروسيس. باي مثلا، او هاير تو ريتاير في بالظبط. الاتش ار وهكذا. او ههاير بس. يعني الهاير في حد ذاتها هي سب بروسيس على بعض. هي بروسيس في حد ذاتها، مظبوط. بشاشاتها، بكل الانترست بتاعتها، بكل تفاصيلها وهكذا. لكن السوفت وير ديفلوبمنت انا ممكن ابني حاجه بالصوره دي. دي الطريقه بتاعت الاجايل. تمام. فده طريقه في الامبلمنتيشن مختلفه عن الووتر فول اللي انا كنت بتكلم فيه دوت. الووتر فول يعني انا الفكره كلها ان انا ببني كل حاجه على بعضها. انا بعمل بجيت الريكويرمنتس كلها، بحط ديزاين السولوشن والبروسيسز بتاعتي من اي تو زي لحد نهايه المشروع. ببتدي ابني. انا ممكن وانا ببني بقى ابتدي اقسم البنى بتاعي. فيزز مثلا، عندي بالظبط. فيز 1 للمشروع، فيز 2 وهكذا. او حتى لو هي فيز 1 انا ببتدي ابني برضو على اجزاء. ليه؟ لان انا عايزه اخد ايرلي فيدباك. يعني انا ما اقدرش ابني العماره كلها وبعدين اقول لك ايه رايك فيها. مم. ما هو في احتماليه 1 في المليون ممكن تكون انا في حاجه كونفليكت او ميس اندرستاندينج. فعشان كده بنعمل اكتر من ورك شوب للبنى ده. حلو أوي. يعني انا بنيت الحاجه، ما اقدرش ابني السولوشن واعمل الانتجريشنز وابني التقارير بتاعتي واقول له تعالى اتفرج على كله. طب ابني البروسيس الاول واوريها له، وبعدين ابتدي ادخل اقول له طب خلاص اوكي بقى، يعني انت شفت البروسيس شكلها عامله ازاي، شفت مثلا البي او بيطلع ازاي، طب انت عايز تحط مين البي او ابروفرز. اللي هو بيرشيز اوردر. البيرشيس اوردر ده على تمام. سبيل المثال مثلا. مم. انت طلب مثلا في الاتش ار، شفت الطلب والبيانات اللي مطلوبه في الطلب. اوكي، طب انت عايز مين ابروفرز بقى. والله انا عايز شيماء واحمد وفلان وفلان يبقوا ابروفرز. طب يبقى دي مرحله تانية بوري له الابروفال سايكل بتاعتها. خلصنا البروسيسز، ابني لك التقارير. لكن ما اقدرش ابني كل ده لحد ما اطلع اخر اوتبوت بتاعي اللي هو التقارير بتاعتي، وابني التكامل مع انظمه تانية وانا اصلا ما خدتش الكونفirmation اتليست على السيستم اللي هو الاي ار بي الاولاني خالص، كبروسيسز ان هي شغاله بصوره كويسه. فعشان كده بقول انا ككونستراكشن او مرحله البنى دي انا ممكن اعملها على مراحل، ولكن في الاخر انا بسلم وان سولوشن وان تايم. تمام. بقوم لايف بكله دي اكوردنج للفيزنج ابروتش. بس اللي انا اقصده بكله ان انا مش هقوم بنص موديول مم. او مش هقوم بنص بروسيس. مم. فهي الفكره بس في كله في كده. ممكن يحصل فيزنج ابروتش بطبيعتي ان في موديولز مثلا ممكن تكون مرحله متاخره. يعني ممكن اقوم مثلا بالكور اتش ار وبيرول. والله ممكن الليرنينج والليرنينج ديفلوبمنت مثلا ممكن نخليها فيز تانية، مش مظبوط. هتوقف لي البيرول والكور اتش ار مثلا. مم. فدي تبقى مرحله تانية. الريكروتمنت ممكن ناخدها مرحله تانية. ده على مم. سبيل المثال مثلا فيما في يخص الاتش الاتش ار. ار يعني. مظبوط. طيب، عايز ارجع كده لحته توزيعة الادوار في الاول. مم. هل البروجكت مانجر لما بيعرف السكوب بيروح بقى يكومينيكيت مين، يعني يكومينيكيت مع مين مثلا؟ مع الفانكشنال، بيكومينيكيت مع التيم ليدرز، يعني برضو ناخد فكره برضو. طيب في الاول والاخر كل ما يخص سكوب انا برجع للسكوب اونر بتاع كل جزء. حتى لو انا عندي خبره سابقه في الحته ديت،
فانا الفكره كلها انا بشتغل زي المايسترو، يعني انا باوركستريت الشغل ما بينهم كلهم. يعني لما كنت بقول انا بمسك البري سيلز، انا بجمع وبحط سولوشن كامل وكل الكلام اللي انا بعمله ده، ولكن في الاول والاخر انا باخد الانبوتس من اصحاب الشأن. يعني فيما يخص الريكويرمنتس بتاعه السبلاي تشين، انا برجع لحد اكسبيرينس في السبلاي تشين اكد لي ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي ما يتعملش، وهنحط ايفورت شكله عامل ازاي، وايه الاسامبشنز اللي انت شايفها لازم نحطها في الحسبان في الجزء بتاعك. في الاتش ار نفس الشيء، التكنيكال نفس الشيء، وهكذا. تمام. فانا كل جزء من المشروع انا بروح لصاحب الشأن فيها في التوقيت ده، تمام. حتى لو انا عندي بريفيس اكسبيرينس، حتى لو انا عارفه، بس ده مش دوري. تمام. فلازم بس ايه يعني نحترم الاونر شيب بتاعت التخصص في ايه في الاجزاء اللي هي تخص كل قسم او كل حاجه لوحدها. يعني حلو، يعني انا افهم كده ان البروجكت مانجر مش شرط ان هو يكون جاي من نفس الباك جراوند اللي هو مسؤول عنها. لا امم. لا مش شرط. وانا اي اكسبيرينس مثلا مشاريع، مثلا انا حاجات انا مريت بيها، موبايل ابلكيشن وكاستمر بورتال واي او تي انتجريشن وحاجات زي كده، التكنولوجي توتالي بعيد عني، يعني انا تمام. ما عنديش اون هاند اكسبيرينس ولا شفتها، ولكن كانت جزء من شغلي بحكم ان انا از بروجرام مانجر، فانا ببقى مسؤوله مثلا عن مجموعه مشاريع، مش مشروع واحد، يعني مجموعه مشاريع ممكن تكون ليها علاقه ببعضها، بتكون بروسيس. يعني البروسيس مش شرط ان هي تبقى جوه الاي ار بي. لما امم. انا بتكلم على بروسيس، ما كان مش شرط ان هي تكون جوه الاي ار بي. انا مثلا اي اكسبيرينس حاجات، انا زي ما بقول كان اي ار بي امبلمنتيشن، معاها كاستمر بورتال، معايا اي او تي، معايا موبايل ابلكيشن، فكل حته من دول كانها مشروع منفصل، كلهم مع بعض بيكملوا لي اند تو اند بروسيس، او وان اوتبوت للعميل هو اللي بيكون مستفيد منه. امم. ففي الحاله دي اي اكسبيرينس حاجات انا كنت شغاله فيها، انا ما عنديش التكنيكال نو هاو بتاعها، حلو أوي. فمش شرط خالص. وهي امم. حتى باي بوك، حتى البي ام بي بيقول مش شرط انك انت تكون من تكنيكال باك جراوند امم. عشان تبقى عارف، او من نفس المجال اللي هو بتاع المشاريع، ولكن ده بيديله ايدج، ان هو متعود على ترمينولوجي، مدرك مثلا خبرته مثلا بتخليه ان هو يقدر ياسس الريسكس اللي ممكن تحصل، المشاكل، التشالنجز اللي ممكن تحصل في مشاريع مشابهه، هو بناء على خبرته فيبتدي ياخد برو اكتيف اكشن، او اجراء استباقي مثلا علشان يتفادى ان المشاكل دي تتكرر وكده. امم. فالخبره العمليه في المجال بتساعد. ليها ويت، ولكن هي مانداتوري لا. طيب، هل انا ممكن من اول يوم انا متخرج النهارده ادخل شركه از بروجكت مانجر، ولا لازم اكون اشتغلت شويه وبقى عندي اكسبيرينس عشان اقدر اشتغل بروجكت مانجر؟ ولا جاست ان انا ممكن بروح باخد سيرتيفيكت، باخد الكورس وباخد السيرتيفيكت من دي وان انا النهارده بروجكت مانجر؟ طيب لو بنتكلم على الكورس والسيرتيفيكت، لا ليها بري ريكويزيت. يعني البري ريكويزيت اصلا عشان تاخد الكورس والسيرتيفيكت ان انت تبقى بي ام بي سيرتيفايد، فانت محتاج ان انت اتليست عندك 36 شهر اللي ما يعادل 3 سنين خبره عمليه في مشاريع، مم. مش كمدير مشروع. يعني خبره في مشاريع ان انت كان ليك رول في مشروع ايا كان، يعني الرول بتاعك ده انت كنت مثلا شغال ديفلوبر، انت كنت شغال كوردينيتور، كنت شغال شغلانه في مشروع، فليها بري ريكويزيت هي 3 سنين على الاقل. اللي انا شايفاه برضو، لا هي ما تنفعش ان هي كمان كشغلانه ان هي تكون اول شغلانه ليك بعد ما تتخرج. انت محتاج تكتسب خبره، مم. محتاج تاخد سكيلز. هي ما فيش اكاديميك باك جراوند اصلا بتقولك ان انت ازاي تشتغل بروجكت مانجر، يعني ما فيش اي حاجه اكاديميه ان انت طالع بكالوريوس حاجه بتخليك تشتغل كده. فهي دي جزء اصلا، جزء من السكيلز بتاعتها انت بتاخده بالخبره اصلا من تواجدك في الشغل. فهي باي بوك ان هو بيقول اقل من 3 سنين، مش اقل من 3 سنين ان انت تقدر ان انت تاخد البي ام بي. تبتدي تلعب الرول دي، تمام. وبناء عليه تقدر ان انت تسيرتيفاي وهكذا. طيب، كسوفت سكيلز بقى، يعني احنا امم اتكلمنا دلوقتي على الخبره العمليه في الشغل. هل في حاجه بتفرق من شخص لشخص كسوفت سكيلز تميز ده يتقال ان ده بروجكت مانجر ناجح، وحد تاني اقل شويه او اعلى منه معاه سكيلز اعلى؟ بطبيعه اي شغلانه، اكيد اي شغلانه طبعا فيها سوفت سكيلز معينه بتخلي الواحد تو اكسل، او ان هو يبقى مميز في الشغلانه دي. وطبعا البروجكت مانجمنت طبعا فيها طبعا جزء كبير جدا سكيلز معينه بتبقى محتاجه في الشخص ده. زي. يعني كوميونيكيشن، محتاجه ان هو يكون جود كوميونيكيتور من ناحيتين. انت محتاج ان انت زي ما انا كنت بقول برضو، انت بتشتغل زي مايسترو، انت بتوركستريت التيم اللي شغال معاك، وانت في الواجهه مع عميل، فانت لازم تكون بتعرف تتواصل بصوره كويسه.
مع كل الاطراف. يعني انت من ناحيه العميل ومن ناحيه انترنالي اصلا مع التيم بتاعك محتاج يكون في تيم وورك. انت لازم تكون بتؤمن اصلا ان هو لازم تيم وورك، ان هو في الاخر كل الناس دي بتشتغل مع بعضها عشان يطلعوا هدف واحد. هدف واحد. احنا ما بنشتغلش في ايلاندز لوحدها، هو لازم يجمع التيم ده، لازم يبقوا مدركين ان هم شغالين مع بعضهم. احنا لازم نحترم ان احنا بنشتغل مع بعض، انا بطلع حاجه بسلمها لك، انت بتبتدي من نقطه ما انا بنتهي، وهكذا. فده برضو من السكيلز اللي لازم تكون موجوده. آه، جزء طبعا يكون بريزنتبل، ان هو يبقى قادر ان هو بيمثل شركته مم. قدام العميل. فده جانب برضو لازم يكون متواجد، لازم سكيل تكون موجوده برضو فيه، لان هو بيبقى صوره او واجهه للشركه بتاعته والبرودكت اللي هو بيقدمه. فدي ملي طبعا لا غنى. طبعا هو لازم يكون حد اورجنايزد، يعني لازم يكون شخص منظم، مم. يبقى عارف بس هو بيعمل ايه في حياته. يعني هو فاقد الشيء لا يعطيه. فانا لازم يكون هو منظم اصلا، ان هو ده دوره برضه في جزء من الموضوع، هو بينظم الشغل حتى مع التيم. في اشخاص كتير هي بطبيعتها السكيلز ديت فيها، بس هو زي ما تقول كده بيبقى دايما في واحد شايف اوفر سينج الموضوع ككل، قادر يحط بريوريتيز، قادر يحط اولويات، قادر يقول انا امتى هوقف ده واشغل ده، مين اهم من ايه. لان كل واحد لما بيبقى شغال لوحده بيبقى شايف ان حتته اهم حاجه. ف البروجكت مانجر لازم يقوم بالدور ده، اللي هو الفكره كلها ان هو يقدر يوزنها، مين المفروض ايه اللي ليه اولويه من ايه، وهكذا. طيب، هل البروجكت مانجر في المرحلة دي من ضمن السكيلز لازم يكون عنده جزء بتاع النيجوشيشن بتاع التسعير او البرايسنج، بحكم ان احنا اتكلمنا الرول ده يعني من اول بري سيلز هو بيبقى حاضر معاه؟ مش محتاجها منه هو، لان هو بيبقى تواجده زي ما بقول ان هو من الناحيه التنظيميه وشيبنج السكوب. يعني هو زي ما وضحت كده ان هو كل تيم او كل متخصص بيكون بيحط الجزء بتاعه. الفكره كلها هو بيجمع الحاجات دي كلها على بعضها علشان يكون السكوب بتاع المشروع. تمام. حته النيجوشيشن والبرايسنج لا، هي بيورلي طبعا بتبقى مسؤوليه السيلز. مم. فهي السيلز ممكن بيبقى تيكينج الليد بتاع الحته ديت. طيب، احنا دلوقتي اتكلمنا ان انا ممكن ابقى بروجكت مانجر بهندل ايفن مشاريع اوراكل او ساب او ايفن نوت اي ار بي. طيب، هل الاكسبيرينس بتاعتي كبروجكت مانجر بتختلف لو انا بشتغل على مشاريع جوه مصر بس، او بشتغل على مشاريع في الخليج، في يوروب، في امريكا، وهكذا؟ هتختلف في حته صغيره، الحته اللي انا كنت وضحتها في الاول، السكيل بتاعه الكوميونيكيشن، اختلاف الثقافات، اختلاف اللغات. دي جزء برضو محتاج ان هو يكون قادر ان هو يتأقلم عليها. يعني انا مم. بتعامل مع التيم بتاعي من هنا في مصر، بتعامل معاهم فيس تو فيس، غير لما بتعامل مع تيم اوف شور ومن جنسيات مختلفة، غير ما بتعامل مع عميل اصلا من بلد تانية بثقافة مختلفة بلغة مختلفة. فكل الحاجات دي انا محتاجة برضو بتعرف. يعني انا طبيعة مثلا العميل اللي في اوروبا او في امريكا مختلف عن اللي موجود في الخليج، صفات ليها علاقة بالثقافات يعني ممكن. تمام. فدي محتاجة ان هو يقدر ان هو يتأقلم معاها. بس رجوعا ان هو يقدر يشتغل، طبعا يقدر يشتغل طبعا اوف شور ويشتغل مع عملاء من خارج مصر يعني. يعني كلمة اوف شور ممكن ابقى انا بيزد مصر وشغال بروجكت مانجر في دبي، في الرياض، لمشاريع انا ما بشوفش التيم، ما بشوفش العميل، كل الكوميونيكيشن بيني وما بينهم ثرو الاونلاين ميتينجز والايميلز. طيب الموضوع ده فيه شقين. الشق الاولاني، العميل اصلا هو متقبل حاجة زي دي ولا لا. يعني ساعات العميل اصلا ما بيبقاش متقبل ان هو بيتعامل مع حد 100% اوف شور. وممكن يكون في عميل متفهم حاجه زي كده، قصاد طبعا انها ممكن تكون بتقلل في التسعير بتاع المشروع، لأن طبعا تواجد حد متواجد عنده اونسايت، فده طبعا ده سعر بيتحمل على المشروع. فمبدئيا هو العميل اصلا متقبل ولا لا. بتنفع تنفع 100% اوف شور، بتحصل ان هي 100% اوف شور، ممكن بتحصل اون اند اوف. يعني بيبقى في مراحل كريتيكال، مثلا العميل يقول والله انت طول ما انت بتبني السيستم لوحدك ابنيه، بس انا لما يجي وقت التدريب لا، انا محتاج التيم كله يكون معايا هنا. ايفن البروجكت مانجر. ايفن البروجكت مانجر، لان هو امم. بيبقى شايف ان هو ده الشخص اصلا اكتر شخص هو بيتعامل معاه، هو بالتيم بتاعه، فبيبقى امم. محتاجه ان هو متواجد. فبتحصل انا عندي ثلاثة سيت اب، يعني ممكن يبقى 100% اون سايت او مع العميل وجها لوجه بيتعامل معاه، وممكن يبقى 100% اوف شور،
واوقات كتيره جدا لما تكون 100% اوف شور في مشاريع كبيره، ودي حصلت مثلا في احد المشاريع اللي انا كنت فيها، ان هو انا معايا تيم مثلا في الهند ببروجكت مانجر معاهم في الهند، مم. ولكن الفكره كلها بقى التجميعه الاخيره ما بين البروسيسز المايسترو والحاجات بقى دي اللي بالظبط. بيليد الموضوع. بالظبط كده، متواجد اون سايت وبينترفيس مع العميل. فدي بتحصل ان ممكن يكون في حد اوف شور بروجكت مانجر لما بيكون بيورلي مثلا ديفلوبمنت ورك مثلا بيحصل في الباك اند، فبيبقى ليهم اوف شور بروجكت مانجر مم. في الحاله دي. وممكن يبقى في حد متواجد بديل ليه بيكون موجود اون سايت، وممكن نفس الشخص بيبقى اون اند اوف، بيبقى في اوقات معينه بتحتاج ان احنا نسافر، وساعات بيحصل ريستريكشنز في السفر خارجه عننا زي وقت الكوفيد مثلا على سبيل المثال. اشتغلنا كل حاجه اوف شور، وكانت في مشاريع نجحت وقامت لايف حتى ايفن جوه مصر يعني. طب انت فتحتي لي سؤال دلوقتي. احنا اتكلمنا على برسبكتيف او منظور مدير المشاريع من الفندور او مقدم الخدمه، امم بس معنى كده ان الكاستمر برضو بيبقى عنده برضو بروجكت مانجر؟ اه طبعا، امم. بس انا ما بعتبرهوش بروجكت مانجر بمعنى كلمه بروجكت مانجر. يعني هو ما بيبقى الحمل الاكتر على اداره المشروع بيبقى من ناحيه الفندور. تمام. يعني انا مين اللي بيحط خطه المشروع، مين اللي بيتابع الخطه، مين اللي بيبتدي يبص على الكريتيكال باث بتاعه، مين يشوف ايه اللي اتاخر، مين الريسكس والايشوز اند سو اون. ممكن اقول اكتر من 80% منها من ناحيه الفندور. انا بحتاج فوكال، ممكن اعتبر ان هو فوكال كونتاكت، يعني فوكال بوينت اوف كونتاكت، يعني انها تكون من ناحيه العميل. انا ما اقدرش مم. اتعامل مع كل الاشخاص في وقت مع واحد، لا كل انا محتاجه الادارات واحد. والليفلز بالظبط، وهكذا. انا محتاجه واحد هو اللي بتعامل معاه 1 تو 1. انا من عندي انا للتيم بتاعي، هو من عنده للتيم بتاعه. مم. يبتدي بقى ان هو ينسق معاهم، يشوف مين عنده ايه متاخر وهكذا. فانا بقدر اقولها مش هو بيبقى بروجكت مانجر او كوردينيتور مثلا، ايا كان الرول، بس هو يقدر ان هو يقوم بالدور ديت. تمام. طيب احنا اتكلمنا كده هاو تو ستارت، ان انا بروجكت مانجر، التاسكس بتاعتي، الكارير باث بتاعي بقى. انا دخلت خلاص، انا دلوقتي خدت السيرتيفيكت او الشركه شافت ان انا فيها دور مناسب ان انا اقدر اخد بوزيشن بروجكت مانجر. واتس نيكست؟ ايه الكارير باث بتاعي؟ طيب انا هقف عند النقطه دي يا احمد، بس هي مش شرط ان هي الشركه تشوف انك انت فيك حلو. السكيل دي. انت محتاج انت تشوفها في نفسك الاول. يعني مم. انت الاول انت شايف نفسك اصلا قادر تقوم بالرول ديت؟ انت حابب ان انت ممكن تبقى شايف انك انت قادر يعني، وحابب ان انت تبقى شغال الشغلانه دي، ومنها تبتدي تنسقها مع الشركه. مم. انا كنت ممكن، انا بعتبر نفسي ان انا كنت محظوظه لما قررت السويتش ده، فانا قررته في نفس الشركه اللي انا كنت فيها وقتها. تمام. فده ساعدني جدا، هم كانوا واثقين في السكيلز بتاعتي، وبالتالي انا لما قررت فخلاص يعني فخدت الستيب دي، ومنها ابتديت اتحرك في يعني بروجكت مانجر. بالظبط كده بقى في شركات تانية. فدي بس الرجوع بس اللي هي النقطة دي، أنا أول حاجة أنا اللي أكون عندي بس القناعة وأبقى شايفة فيا الجزء ده، وأبتدي أكون حاسة إن أنا gradually حتى كنت ببراكتس even حتى shadowing مع بروجكت مانجر. يعني تمام. أنا كنت بقول أنا قبل ما أشتغل أنا كنت تكنيكال تراك مانجر، وكنت ساعتها ما خلاص انا خطط المشاريع بكل تفاصيل التيم بتاعي انا اللي بحطها، انا اللي بعمل التيم الوكيشن، انا اللي بعمل البرايسنج بتاع الجزء اللي يخصني انا في شغلي. فحسيت ان الجزء ده كله جزء كبير جدا، انا كان ينقصني بس الحته بتاعت الكاستمر انترفيسنج، فخلاص فابتديت ادخل فيها. طيب ممكن نعرف بقى الكارير باث؟ يعني انا خلاص دخلت بروجكت مانجر، خلاص انا هكمل فيها طول عمري نفس التايتل، ولا بيبقى فيه تطور في المجال ده؟ لا طبعا بيبقى فيه يعني في مراحل. ممكن انا ما ابتديتش من مرحله زيرو، لان زي ما قلت بس انا كنت ابتديت الشافت كارير ده في مرحله متاخره شويه. انا كنت عندي اكسبيرينس كافيه في احتكاكي بالمشاريع ومشاركتي في مشاريع، واحتكاكي ان انا اكون مسؤوله عن تيم وكل التفاصيل دي، فوصلتني ممكن اكون ابتديت الطريق من نصه. بس في ممكن حد بيكون بيبتدي من اوله، طبعا بيبتدي من اوله. يعني انا ممكن بيبقى في زي اسوشيت بروجكت مانجر، وبعد كده بروجكت مانجر، سينيور بروجكت مانجر، وبعد كده يبقى بروجرام مانجر. وخليني هوضح كل مرحله حلو أوي. بتبقى السكيل بتاعها بيتحدد بايه. تمام. خبره المشاريع بتتحدد بحاجتين: بحجم المشروع، حجم المشروع انا معايا تيم حجمه قد ايه، معايا بادجت قد ايه. يعني إدارة مشروع من 100,000 غير إدارة مشروع ب2-5 مليون، أكيد. تمام. إدارة مشروع أنا بشتغل ب3-5 أفراد غير ما بشتغل ب30 فرد. فبالتالي انا ما اقدرش ان انا ممكن يكون شخص لسه بدايه تعامله في اداره المشاريع وان هو يقدر يمسك مشروع مثلا ببادجت بالملايين و بتيم كبير تمام. وفيها تفرعات كتيره، لان طبعا الموضوع
بيبقى ريلاتيف، ان انا لو التيم كبير المشروع بتبقى البادجت بتاعته كبيره، بيبقى السكوب كبير، بيبقى المده بتاعته طويله، بتكون تفاصيله اصلا بتكون اكتر. ففي مرحله بيبقى السوشيال بروجكت مانجر ده بيبقى زي كانه مساعد مدير مشروع، بيبتدي يدخل مثلا، بيبقى في مدير مشروع مثلا على سينيورتي ليفل اعلى، ويبتدي يديليجيت ليه بعض الاكتيفيتيز ان هو يكون متابعها. فده جانب من الموضوع. بعد كده ممكن يكون مثلا هو اللي مسؤول ان هو يحط خطة المشروع، فابتدى يبقى عنده اكسبيرينس اكتر ان هو يقدر يفهم ازاي يقدر ان هو يدير المشروع عن طريق خطته، ويبتدي يبقى شايف البادجت، يبتدي يبقى انا كونسيوم او استهلك تكلفة قد ايه، انا بتابع الريفينيو بتاعي شكله عامل ازاي، وهكذا. وبعد كده في مرحلة سينيورتي أعلى، بيبقى سينيور بروجكت مانجر، ده مثلا بتكون بعدد سنين خبرة وعدد مشاريع اشتغلها أكتر. الليفل اللي بعد كده بيبقى بروجرام. البروجرام بقى يعني البروجرام عباره عن ايه؟ عن مجموعه مشاريع هي ليها علاقه ببعضها، بتطلع اوتبوت واحد. تمام. المثال اللي انا كنت اديته مثلا ان انا عندي موبايل ابلكيشن وويب بورتال مثلا مع اي ار بي، وهم كلهم مع انتجريشن بوينت اوف مثلا. سيل مثلا لو انا عندي جزء بتاع مثلا البرشيزنج وهكذا مثلا. بالظبط كده، مع انتجريشن مع سيستمز تانية وهكذا. فده اداني كده كل حتة من دول تيم بسكيلز مختلفة بتشتغل فيها، وكلهم مشاريع منفصلة عن بعضها، ولكن مش منفصلة كليا. في عند نقطة معينة لازم يتواصلوا مع بعض. انا في لازم انبوت هعمل واوتبوت سيستم من كل. انتجريشن تيستنج مثلا، انا لازم السايكل كلها تكمل. انا الاي ار بي كاي ار بي بكل البروسيسز بتاعته، الفاينانس بالسبلاي تشين بالاتش ار بالسي اكس بالمانيفاكتشرنج بكل الكلام ده، كل السايكل دي از سب بروسيس من البروجرام بتاعي. المشروع مثلا بتاع الموبايل ابلكيشن والويب بورتال ده ليه تيم بالسكيلز بتاعته مختلفه عن التيم بتاع الاي ار بي، وليه خطته منفصله، ولكن كل ده مع بعضه بيكون لي بروجرام كبير. فده المرحله اللي بعد كده، فبيكون في سكيل اكبر ان هو يبقى بروجرام مانجر او دايركتور. مم. فده التدرج بس الطبيعي لاداره المشاريع وخبرتها يعني. طيب هل البروجرام مانجر ممكن بيوصل لفترة او مرحلة في حياته بحيث ان انا دماغي هتصدي او صدت خلاص، انا نفس الشغل اللي بعمله في كل مشروع هو؟ طيب، حته ان انا زهقت وحسيت ان دماغي صدت، دي ممكن تحصل في اي شغلانه، مظبوط. هي بتفرق من شخص لشخص. فحته ان انا خلاص قررت، فساعتها ماشي خلاص، ما انا كنت وصلت لمرحله ان انا كنت قررت ان انا اطلع من حته بتاعه التكنيكال ليم سوري التكنيكال تيم مانجمنت ديت، وان انا ابتدي اشتغل في حته بتاعه البروجكت مانجمنت. هل معناه ان انا صديت؟ لا، ما صدتش. مم. ليه؟ لان هي بطبيعه الشغل اصلا، ما انت طول ما انت شغال انت بتقابلك مشاريع، حتى لو نفس ظاهريا السكوب واحد، بس انت في يعني في بارامترز تانية مختلفة، مم. عميل مختلف، تيم مختلف، حتى لو البرودكت هو. مظبوط. فبالتالي الاكسبيرينس كلها هتكون مختلفة. مم. يعني ما فيش حاجة اسمها ان انا بعمل هو كل يوم، هي مش هي بطبيعتها مش هو. وحتى رجوعا يا احمد، ان انا لما كنت بتكلم، انا في كل مرحلة من مراحل المشروع انا دوري بيختلف مم. فيها. يعني كل مرحلة دوري بيختلف، هو مش شغل روتيني ان انا كل يوم بصحى بعمل نفس الشيء. بمسك التليفون بتصل على التيم، خلصتوا ما خلصتوش واقفل التليفون، انا كده خلصت شغل. لا لا، هي بطبيعتها اصلا هي مش كده. وزي ما وضحت، احنا الاكسبيرينس بتاعتنا احنا نفس البرودكت مم. والله، وممكن يكون نفس التيم، يعني انا بنفس البرودكت بنفس التيم، صح. مشروع تاني، تشالنجز مختلفه تماما، مم. بطبيعه مختلفه تماما خالص بتحصل. فهي بطبيعه انت عندك انبوتس بتختلف، فطبيعي الاوتبوتس هتختلف، مم. وان بتوين بقى الاكسكيوشن بتاعها هيكون مختلف. طيب هل لو انا بروجكت مانجر في شركه، كل المشاريع اللي معانا زي مثلا في قطاع الاويل اند جاز، مم. وجالنا مشروع جديد تيليكوم هوسبيتاليتي سيلز وهكذا، هل كبروجكت مانجر بيبقى عندي اختلافات ان انا مثلا كل الاكسبيرينس بتاعتي تيليكوم اويل اند جاز وهكذا، ولا بقدر بشتغل في اي مشروع؟ اقدر اشتغل. انا بتكلم، انا اسف في المقاطعه، انا اه بقصد كبزنس وايز، ان انا عارف السايكل هنا بتمشي في الاويل اند جاز بطريقه معينه، فلما هروح عند التليكوم هتبقى مختلفه مثلا. طيب، هرجع برضو النقطة، هرجعها تاني عشان أنا برضو أنا بستريس على النقطة ديت. أنا حتى لو عندي اون هاند اكسبيرينس في البرودكت أو التكنولوجي اللي أنا بشتغل فيها في المشاريع، دي مش شغلتي كبروجكت مانجر. مم. يعني برضو هرجع وأقول تاني، أنا الاكسبيرينس اللي على الاندستري دي بتفرق في الكونسلتنت اللي شغال، مم. أو الديفلوبر اللي شغال، أو التيم اللي هو شغال بإيده، هو اللي عنده اكسبيرينس في الاندستري دي. أنا كبروجكت مانجر أنا مش شغلتي الاندستري، مم. حتى لو انا كان عندي اون هاند اكسبيرينس، بس دي مش شغلتي. مم. يعني بس هي الفكره كلها، انا بلاش ان انا حتى لو انا فاهمه في الحاجه دي
اللي هو اشمر ومدي ايدي فيها، مش شغلتي خالص. يعني انا دلوقتي قررت ان انا اشتغل بروجكت مانجر، فهو دي شغلتي انا كبروجكت مانجر. انا مش شغلتي ان انا اريبليس حد بيعمل حاجه معينه في التيم، حتى لو انا كان عندي بريفيو اكسبيرينس فيها. في الاخر انا دلوقتي في الوقت ده انا بعمل رول تانية، وفي شخص بيعمل الرول دي، هحترم التخصص بتاعه هو اللي يعملها. الفرق في الاندستريز ساعات بتفرق، ولكن على مستوى البروجكت مانجر ما بتبقاش بليفل كبير زي ما التيم اللي بيكون شغال فيها، زي ما التيم اللي بيكون شغال في الحاجه بعينها. يعني مثلا الميديكال سيكتور مثلا بيفرق جدا في الاكسبيرينس بتاعت السبلاي تشين. طبيعه اداره المشتريات والمخازن والحاجات دي في الحته بتاعه الميديكال سيكتور والمستشفيات والكلام ده، لا ليها تشالنجز معينه بتفرق جدا لما يكون حد اكسبيرينس في الحته دي. الجزء بتاع التصنيع بيفرق برضو، لو في مصانع بتنتج حاجة معينة فليها بروسيسز وليها شكل معين بيفرق معاها. يعني في بيبقى جزء منه بيبقى ده الكور بيزنس بتاعهم، فبتفرق معاها. الفاينانس بيفرق ساعات في الفاينانشال سيكتورز، شركات مثلا ريتيل او كلام من ده، فليها هاندلنج بصوره معينه الجزء بتاع الريسيفبل او بعض الموديولز مثلا في الفاينانس وهكذا. طيب انا كبروجكت مانجر يفرق معايا ولا لا؟ لا، ما يفرقش معايا الجزء دوت. طيب هو مش زي ما التيم اللي بيكون شغال بايده يعني. طيب انا هسأل السؤال بطريقة تانية، ممكن برضو تبقى نفس الإجابة، بس برضو عشان احنا بنحاول نكفر كل الأسئلة اللي ممكن الناس تفكر فيها. هل لو انا بروجكت مانجر مسؤول عن implementation على سيستم اون بريمس، او يعني السيرفرز باختصار، يعني لو حد مش عارف السيرفرز عند الكاستمر، او ان انا شغال على برودكت كلاود السيستم هوستد باي الكومباني، كبروجكت مانجر رول بيبقى فيه اختلافات؟ كرول مش مختلفه كرول. كبروجكت اكتيفيتيز طبعا بتكون مختلفه. طبيعه البروجكت اكتيفيتيز وطبيعه التيم ستراكشر بتاعي هتكون مختلفه. هرجع واقول تاني، انا خطه المشروع بكل تفاصيلها بكل التاسكس اللي فيها هي مش ستاندرد. يعني انا ما عنديش بلان واحده بتشتغل على كل المشاريع. كل مشروع بيبقى ليه طبيعه. ممكن يكون بنسبه كبيره ان انا عندي يعني بيزك او تمبلت مثلا انا شغاله عليها، ولكن بيحصل لها ادجستمنت من مشروع للتاني. لو انت بتتكلم في المشاريع بتاعه الاي بزنس او الحاجات الاون بريم سيستمز فيرسز الحاجات اللي هي اون كلاود، طبعا بيكون فيها طبيعه مختلفه. مظبوط. فيها طبعا طبيعه مختلفه. ان انا مثلا فور اكزامبل مثلا انا البروفيشننج بتاع الانفايرمنت دي تاسك مش عندي انا مثلا. في الكلاود. بالظبط في الكلاود. الحته بتاعه الاكتيفيتي بتاعه الداتابيز ادمنستريشن والسيستم ادمنستريشن وكل الكلام ده كله ديليجيتد عن طريق الهوست بتاع السيستم ده. في الاون بريم لا، انا بيبقى عندي طبيعه ان بيبقى عندي شخص مسؤول عن الجزء ده، بيكون داتابيز ادمنستريتور او انفراستراكشر يعني كونسلتنت بيبقى مسؤول عن الجزء ده. فرجوعا تاني كبروجكت مانجمنت مش هتختلف، ولكن طبيعه الاكتيفيتيز اللي جوه المشروع طبعا تكون مختلفه. حلو قوي. طيب عندنا بقى تايتل كده تشالنجز ان احنا هنقابلها كبروجكت مانجر، معانا كام تشالنج كده عايزين نتكلم فيه. اوكي. اول تشالنج مقاومة التغيير. انا دلوقتي جاي بقى امبلمنت سيستم في شركة، الناس شغالة على الاكسل بقى لها 20 سنة 25 سنة، الناس راضيين الدنيا ماشية كويس، وانا دلوقتي جاي بامبلمنت سيستم. التغيير بقى اللي انا مقاومة التغيير بقى كدوري كبروجكت مانجر، ايه التشالنجز اللي انا ممكن بقابلها؟ لا، هو تشالنجز كتيره يعني، بس امم. مبدئيا انت حته ان انت بس التشالنج مانجمنت دي انت بتحرك جبل اسهل منها. امم. يعني احنا بطبيعتنا حتى لو بنعاني من الشيء ده، فالتغيير في حد ذاته بنعتبره معاناه اكتر من ان انا اغير المعاناه اللي انا متعود عليها. امم. ف... فده طبيعه بشريه، طبيعه بشريه يعني عموما. فانا بحاول اتغلب عنها ازاي؟ انا بحاول اتغلب عنها في ان انا فروم داي 1 انا دايما ابتدي اوجه العميل في حته اللي هو انا محتاجه اجيت الباي ان بتاع الناس كلها، وسيت الاكسبكتيشن فروم داي 1. تمام. بحاول ابتدي اوريهم واخليهم يبقوا السيستم انجيجد ده مش هيمشيني. بالظبط امم. انجيجد في السيستم جرادولي. يعني انا ما اغيبش عنهم فتره طويله، انا بحاول على فترات قصيره ان يبقى مثلا في ديمو، في حاجه اوريها له، في اوتبوت هوريه له، ابتدي اديله تدريجيا، ابتدي اطلعه وابتدي اطلع الايه الحاجات الكويسه. اوقات كتيره جدا خلينا واقعيين مش دايما كل تشينج بيكون بوزيتيف، بس امم. يعني هي الفكره كلها على المستوى الشخصي، بس على المستوى الاكبر على مستوى الاورجنايزيشن ممكن يكون بوزيتيف. حلو.
ساعتها بيبقى في جزء منها برضو انا مش من عندي، انا الجزء الاكبر كمان من ناحيه التوب مانجمنت، من ناحيه العميل. لو ما فيش سبورت من التوب مانجمنت وما فيش دايركشن من التوب مانجمنت مش هيحصل كده. حلو. يعني ودي دي انا ممكن اي ناخدها اكسبيرينس. ادفايس للشركات اللي اه بتimplement لازم نيو سيستم. لازم هي محتاجه بوش ودايركشن من التوب مانجمنت. لو التوب مانجمنت مش بتسبورت التغيير ده هيحصل الريزيستنس، هيحصل. اصل انا كنت بعمل كذا وما بقتش بعمله، اصل ده اصعب، الشاشه شكلها مش عارفه ايه. هي في جزء منه كتير جدا تعود، بس هو ممكن الفكره كلها انا على سكيل اكبر من الشخص ده بعينه. ممكن برضو عشان برضو الواحد ما يكونش ظالم، انا على مستوى شخص واحد ممكن فعلا هو متاثر بالسلب او مش حاسس بادد فاليو، فانا بما ان مفيش ادد فاليو طب انا ايه اللي يخليني اغير؟ بس على مستوى الاورجانيزيشن ككل ممكن يكون الوضع انا قللت كوست مثلا الانفراستراكشر مثلا سبورت والداتابيس سبورت المراجعه والهاردوير بالظبط والهاردوير. انا حصل ان انا ابتديت شفت مثلا للفيوجن علشان انا ابتديت امبلمنت ادفانسد موديولز بفيتشرز احسن. انت بتشتغل على كور موديولز، فانت لو بتقارن الكور بالكور فممكن ما يبقاش فارق معاك من اي بي اس للفيوجن او من الاكسل شيت بتاعك للسيستم الجديد وهكذا. بس انا في حته تانية علشان ابتدي انتجريت السايكل بتاعتك، عندك سكاترد ليجاسي سيستمز مثلا بتهندل كذا حاجه، فلميت الحاجه دي كلها في وان سيستم سيستم. واحد بالظبط بيونيفايد انترفيس وهكذا. ففي بيجر فاليو، يعني في حته اكبر شويه من السكوب بتاعت الشخص نفسه اللي بيريزست. الحلها تاني هي دايركشن من التوب مانجمنت. وانا من عندي انا دايما اقول انا بحب ان انا وانا بحترم جدا لما يكون حتى فروم داي 1 انا بعمل بسم الله الرحمن الرحيم الكيك اوف ميتنج بتاع المشروع، هات لي كل الناس المعنيه اللي انا كنت بقول من الاول خالص. لو تفتكر انا كنت بقول هات لي كل الستيك هولدرز اللي معنيين بالمشروع، خلينا نعرفهم ونجيت الباي ان بتاعهم. سايكولوجيكلي انا لما ابتدي ادخل الناس دي من الاول خالص انا محترمه وجهه نظرهم، انا احترمت وجودكم، انا بالتالي هو شويه بشويه هيبتدي يثق فيا ويسمعني. تمام. فهي لازم تيجي بالتدريج، ده من عندي انا، ده اللي بحاول ان انا اعمله كفندور. ومن ناحيه التانية من ناحيه العميل لازم طبعا يكون في بوش ودايركشن من التوب مانجمنت. حلو أوي. ده كان التشالنج بتاع مقاومه التغيير. عندنا تاني تشالنج 48 ساعه قبل الجو لايف. بعتنا الايميل يوم 1/1 طالعين بالسيستم والناس هتطبق. او 72 مش شرط ممكن 72. مم. طيب احنا يوجوالي الكات اوفر بلان بتاعت اللي هم اخر يومين 3 ايام هم دول حرفيا بيبقوا يعني 48 او 72 ساعه شغل، مش ايام. يعني هي مش ساعات شغل عاديه، لا هي بتتعمل كات اوفر بلان. بنوصل لمرحله انها بتبقى باك تو باك اكتيفيتيز بالساعه اوفر 24 ساعه. otherwise هيحصل في جاب من السناب شوت اللي انا خدتها من السيستم القديم عشان اطلع السيستم الجديد. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا مينيمايز الجاب. انا باخد سناب شوت من سيستم قديم ارفعها هنا وابتدي اريزيوم شغل من على السيستم الجديد. الجاب دي كل ما بتكبر كل ما بيحصل عندي باك لوج لترانزاكشنز. ما هو شركه شغاله كل يوم مشتريات، عندهم مبيعات، تصنيع، تعيينات بالظبط وهكذا. انا على طول في ترانزاكشنز على كل حاجه، فهيحصل عندي باك لوج هيعمل لي مشكله وهندخل في دايلاما. فيوجولي البلان دي بتتحط فيري تاف بلان. هي حرفيا يعني 24 ساعه في اليوم، 24 ساعه اكتيفيتيز باك تو باك بتتعمل بالساعات. انا والله انا هاكستراكت داتا معينه الساعه كذا هسلمها لك يا احمد، من الساعه كذا للساعه كذا تراجع تعمل مش عارفه فلان يعمل كذا ان بارل فلان بيعمل ايه وهكذا. البلان دي اولموست بنبقى على مدار ساعات معينه بنكون بمتابعه من ناحيتي ومن ناحيه العميل. يعني مش من ناحيتي انا بس، من ناحيتي ومن ناحيه العميل. وممكن اعتبر ان شغلها بيكون 50-50 ما بيني وما بين العميل في الوقت ده. انا والتيم كله من ناحيه العميل بيكون شغال فيها. اصعب لحظات بتكون في حياتنا عادي، وبتقابلنا حاجات ما شفناهاش قبل كده عادي جدا مفيش اي حاجه. بس خلاص بيبقى بعدها خلاص يعني كلنا بنسليبريت وكل حاجه يعني بتبقى لطيفه ان شاء الله يعني. طيب عندنا برضو تشالنج تاني. لو انا في مشروع بروجكت مانجر اللي كان مسؤول عنه لأي سبب ما ساب المشروع، وانا دلوقتي جاي في نص المشروع هستلم. هعمل ايه؟ ده تشالنج. انا دلوقتي هستلم منه ولا هو هستلم. طفش عشان تفرق يعني هستلم منه ولا انا هستلم لوحدي؟ قولي اللي انت حباه. طيب انا خليني اقول لك بس ده انا على ريل اكسبيرينس يعني حصلت قبل كده، وانا دخلت في مشروع في نصه واستلمت من شخص.
وانا صراحه يعني انا اكون ليه كل الاحترام، لان هو كان عمل لي يعني very proper and professional handover. هاند اوفر اللي ما يعرفش اللي هو تسليم اه وتسلم، انا بسلم بالظبط، الشغل اللي معايا للي هيستلم مني. بالظبط. كان مسلمني بكل تفاصيل كل اللي حصل لحد المرحله اللي احنا كنا فيها، وحصل اوفرلاب ما بيني وما بينه اسبوعين كده او حاجه، وبعد كده خلاص هو كان بيتاكد ان كل حاجه متسلمه كويس. وهو صراحه انا ما شفتش حد كان يعني كان منظم بالصوره دي، وكان مسلمني مشروع يعني باحسن صوره. حتى انا كنت دايما اقول حتى الجو لايف ده هو يرجع الفضل ليه هو. يعني هو مم. كان حقه ان هو كان ياخد الكريدت بتاع الجو لايف، لان هو فعلا كان عامل شغل بصوره كويسه جدا لحد ممكن اقول 40 50% من المشروع. مم. فلما بيحصل هاند اوفر اتس اوكي، يعني انا بالظبط هو بيسلمني احنا وصلنا لحد فين، وبعدين انا بكمل من مرحله ما هو سلمني. اوقات كتيره جدا انا بيبقى ليا وجهه نظر مختلفه او كده، وعادي مش بنتكلم في صح وغلط، يعني مم. بنتكلم ان انا ممكن يكون انا عندي طريقة وجهه نظر التنفيذ. بالظبط في طريقه شغل او كده مختلفه عن طريقه شخص تاني، خلاص بطبقها في اللي بعد كده. دوبل بتحصل. الجانب التاني بقى هو ده أسوأ شيء، انك انت لابس في نص مشروع مش عارف ايه اللي حصل فيه قبل كده. مم. وارد جدا بتكون لابس فيه، وارد جدا بتكون فيه مشاكل كتيرة حاصلة، بس خلاص هي واقع، فانت you have to react. you have to list down كل المشاكل والريسكس والايشوز اللي موجودة عندك، تبتدي تشتغل عليها وتحط ريكفري بلان او يعني خطة كده انك انت تصلح كل الحاجات اللي بايظة ديت وتبتدي تموف اون ان شاء الله في المشروع. تمام. تشالنجينج طبعا بس بتحصل. مم. هل من ضمن الهاند اوفر او الحاجات اللي مدير المشروع السابق بيسلمها لي حته بيرسونال شويه، ازاي مين عندي في التيم تتعامل معاه ازاي، ده البرودكتيفيتي بتاعته اعلى، ده الشغل معاه، وكذلك برضو بيسلمني من ناحيه الكاستمر، يعني يقول لي التيم اداره مثلا كذا في الشركه اللي احنا شغالين فيها المشروع، هل ده فعلا بيحصل؟ بيحصل. بس انا بطبيعتي انا باخدها كفيدباك لحد ما ابتدي. يعني انا ما بصدقش غير الاكسبيرينس بتاعتي يعني. تمام. مش قصدي ان هو ممكن يكون جادجمنتال او ان هو يكون يعني مجادله او مبالغ قوي مم. في الجادجمنت بتاعته. اوقات كتيره طبعا بيكون كلامه صح او كل حاجه، بس ماشي هي بتتقال، ولكن انا ببتدي يعني اخوض تجربتي وابتدي المس الحاجات اللي هو قالها ديت، خاصة لما بتبقى على حاجة نيجاتيف. يعني أنا ببتدي أبص لها كده، أبتدي بقى أنا أحط الجادجمنت بتاعي وابتدي أعمل الأسسمنت بتاعي بناء على تعاملي التجربه. مع الأشخاص بالظبط أو بالتجربة. حلو قوي. طيب. بس باخدها يعني أنا بسمع، بس هل باخدها مسلم بيها؟ يمكن عشان أنا دي طبيعتي أصلا، لا ما باخدهاش مسلم بيها مم. يعني. مية مية. طيب اخر تشالنج معانا الاي اي، هل الاي اي هيأثر ازاي في الرول بتاعت البروجكت مانجر؟ بص انا عشان اكون امينه، انا يعني ما فيش انا مثلا اي اي تولز مثلا ساعدتني في حاجه في البروجكت مانجمنت، بس انا ممكن اقولها ان انا في الشغل نفسه بتاع التيم لا، في تولز كتيره ساعدت بتاكسلريت او بتسرع بعض الاكتيفيتيز. يعني الاي اي مثلا بيساعد كتير جدا في حته اللي هو الدوكيومنتيشن والمينتس اوف ميتنج والاكشن بلانز بتاعت الحاجات. بتساعد انها ممكن تقدر تبيلد دوكيومنتس وتبتدي ترسم بروسيسز ما بيتاخدش بيها مسلم بيها 100%، بس انا اقدر اقول ان يحصل فيه درافتنج مثلا بنسبه مش قليله، تقلل في وقتي ان انا مجرد ان انا اراجعها وريفاين واشتغل عليها. بتساعد في موضوع الداتا فاليديشن. يعني الداتا فاليديشن انها تكون ان هي بصوره كومباتبل او ان هي تكون مناسبه، ان هي بالريجوليشن اللي السيستم بيكون طالبها، الداتا دي تكون بشكل معين وستراكشر معين، فبتساعد الكلينزنج بتاعها بنسبه كبيره. هل بيحصل اليمينيشن 100% من الهيومن انتراكشن او ان انا تدخل بشري في ان هو يعمل كلينزنج للداتا؟ لا طبعا لازم يتدخل. مم. مش هيحصل اليمينيشن 100%، بس بقول انها بتقلل المجهود، يعني بتساعد بجزء، ولكن هيفضل التدخل البشري موجود فيها. حته اللي هو اليوزر جايد والتست سكريبتس والدوكيومنتس ديت في تولز كتيره بتساعد ان هي تبتدي تدرافت الحاجه دي، فبتقلل برضو في المجهود بتاعها مع التيم بتاعي. مم. انا كل اللي انا قلته ده ما يخص الاكتيفيتيز بتاعت التيم، بس انا كبروجكت مانجر مثلا هل في تولز بتساعدني او لا؟ ممكن انا ما عنديش خبره بيها، مم. بس ما فيش تولز انا بتساعدني في الجزء دوت يعني. طيب هل في تشالنج تانية حابة تقوليها ممكن تكون انت قابلتيها؟ هو في كتير. طب قولي، حابب اسمع. لا في تشالنجز كتيره، يعني في تشالنجز كتيره طبعا. في تشالنجز بتاعت يعني التيم اصلا
البيرسونال سكيلز بتاعتهم والاتيتيود بتاعهم. طبعا ده بيبقى تشالنج كبير ان انت تهندل الناس كلها مش طريقتها واحده. وبتكلم الناس هنا من ناحيه العميل ومن ناحيه التيم اللي ومن شغال ناحيه معاك. التيم اللي بيكون شغال معايا. بتبقى برضو من الحاجات برضو تشالنج جدا انك انت تبقى تحاول ان انت تجين التراست. انت لازم تكون انت شخص موثوق فيك، وبالتالي هو بيسمع منك اذا كان العميل او اذا كان التيم بتاعك. فدي برضو من التشالنجز اللي بتقابلنا. التشالنجز اللي بتقابلنا في حاجات طبعا بتبقى ليميتيشنز في البرودكت اللي احنا شغالين عليه، والعميل بيبقى عنده اكسبكتيشنز عاليه جدا. فدي برضو من واحنا اللي في الواجهه. صح. فدي برضو من التشالنجز برضو ان انت بتحاول ان انت تقنع العميل ان هو ممكن يكون في مثلا في فيوتشر ابجريد، ان احنا الفيتشرز دي ممكن هيحصل لها تواجد ان شاء الله في تحديثات فيرجنز بالظبط، او تحديثات جديده للسيستم. فهي الشغل عموما ما فيش شغل خالي من التشالنجز، بس ده اللي عايزه اوضحه يعني. بس هو لا فيه يعني. طيب لو انا دلوقتي شفت فيكنس او وظيفه على لينكد ان طالبين بروجكت مانجر، وانا حابب ان انا ادخل في المجال، ايه اهم حاجه ادور عليها في الجوب ديسكريبشن؟ طيب خليني اقول حاجه. بس انا دايما افضل لو انت في opportunity او مساحه ان انت تقدر ان انت تشفت كارير جوه شركتك اللي انت فيها، دي انسب حاجه. تمام. اكتر ناس شافتك وعارفه السكيلز بتاعتك الشركه اللي انت فيها، فبالتالي هي واثقه في السكيلز بتاعتك ان انت تقول لهم والله انا عايز اشتغل كذا بدل كذا، عايز اشفت ده. فهم ممكن اكتر ناس هتبقى واثقه فيك. انت خليك برضه تحط نفسك مكان، يعني بتبقى بصعوبه ان هو ممكن حد يعني unless ان هي ممكن تكون على انتري ليفل، فانها بتكون، مش بقول ان هي مستحيله، بس ممكن بتكون اصعب شويه كانك انت تروح لشركه تانية. خاصه ان السي في بتاعك اصلا مفيهوش اي حاجه بتمثل previous experience على البروجكت مانجمنت. بالظبط. حلو. unless ان هو ممكن يكون في الجوب ديسكريبشن مثلا او الاكسبيرينس ليفل هم محتاجين مثلا من 0 to 1 و 0 to 2 مثلا years of Experience. experience، فخلاص هم دي accept ان ممكن يكون حد لسه فريش في الشغلانه ديت. يوجوالي عامه انت لما بتشوف فيكنسي بص على الجوب ديسكريبشن بتاعها، ايه الديوتيز اللي مطلوبه منها، ايه الاكسبيرينس او السكيلز اللي مطلوبه، قارنها بيك هي موجوده فيك ولا لا. اوقات كتيره جدا انا بنصح برضو ان ممكن يكون السي في بتاعي ممكن يكون يعني ممكن يكون ادابتبل على الفيكنسي اللي انا بقدم عليها. مش بقول ان انا بكتب سي في بشكل مختلف، بس انا ممكن اهايلايت حاجات انا عملتها بالفعل. انا مش بقول ان انا هغير في السي في بتاعي وادعي حاجات انا ما عملتهاش، ولكن ممكن اكون مثلا انا اشتغلت في حاجات كتيره. يعني انا اشتغلت حاجات بري سيلز، وانا اشتغلت في البيبل مانجمنت، وانا اشتغلت بروجكت مانجمنت، وانا اشتغلت تكنيكال ليد، وانا اشتغلت تكنيكال كونسلتنت، عندي اون هاند اكسبيرينس في كذا. بس انا كل الحاجات دي بعملها. بس انا لو الرول مثلا هي بري سيلز، فاي كان هايلايت اكتر الرول الحته بتاعت دي بالظبط. الحته ديت انا شغلتها. انا مش هقول ان انا هدعي مثلا عدد سنين خبره او تفاصيل انا ما عملتهاش، ولكن انا ممكن يحصل ريوردنج مثلا بطريقه، لان في الاخر بيحصل سكريننج. اهو الاي اي بقى بيدخل في الحته بتاعه السكريننج بتاع سي فيز. يعني انا احط نفسك مكان ريكروتر بيجي له hundreds اوف سي فيز، يعني مئات مظبوط. السي فيز، اكيد مش هيقعد يقرا كل ده. فبالتالي بيحصل اول سكريننج ده بيحصل يعني بالاي اي، هو بيبتدي يبص على كي ووردز معينه مظبوط. بتكون مسمعه، ومنها بيحصل شورت ليستنج. ومن الشورت ليستنج دي ممكن يبتدي الريكروتر يبتدي يبص على الحاجات دي. انا لو مش عامله هايلايتنج للكي ووردز ديت، فبالتالي انا السي في بتاعي مش هيكون متشاف. طيب لو احنا اتكلمنا لو انا لسه بعمل شيفت كارير، فكانت الادفايس ان انا لو في اوبورتيونيتي ان انا اكمل في الشركه اللي انا فيها. طيب لو انا دلوقتي راجل سينيور بروجكت مانجر معايا 10 سنين 15 سنه خبره وبسويتش، هل في تشالنجز برضو وانا بروح لشركه تانية سواء فيندور او كاستمر سايد؟ تاني يا احمد، اي تغيير فيه تشالنج. امم. انت غيرت بارامتر في المعادله بتاعتك. حلو. يعني انا نفس الشخص، نفس الشغلانه، بس الشركه مختلفه، ففي تغيير. فاكيد هيكون في تغيير، يعني اكيد هيبقى في تشالنج. ممكن طبيعه مشاريع مختلفه، ممكن طبيعه بروسيس داخليه مختلفه، طبيعه عملاء مختلفين. طبيعه زي حلو. ما قلت مثلا، انا كنت في فتره انا بشتغل في مصر، في فتره بشتغل في الخليج، في فتره انا اشتغلت مع عملاء من اوروبا. فلا يعني طبيعه العميل هتكون مختلفه. فهو التغيير في حد ذاته فيه تشالنج. بس خلاص، بس احنا دي طبيعه الحياه. طيب اخر حاجه، حابب 3 نصايح منك في الشغل، سواء انا فريش، سواء انا بشتغل، سواء انا في
يعني advanced level او advanced experience. طيب organized and time management دي رقم واحد. اي شغلانه اي شغلانه محتاجه انك انت لازم تكون organized، ولازم تعمل مانجمنت للتايم بتاعك، وتعمل مانجمنت اصلا للبريوريتيز. انت محتاج انك انت تحط ايه الحاجات المهمه، ايه الحاجات الضروريه، ايه الحاجات. يعني انا يمكن انا بطبيعتي اصلا انا بكتب تو دو ليست ورق. انا واحده بتكتب نوت، اكتب انا عندي والله 10 حاجات المفروض اخلصهم النهارده، ايه اللي محتاج اخلصه ايه قبل ايه. حتى لو انا شغاله اي حاجه، انا لو شغاله ديفلوبر، انا لو شغاله بروجكت مانجر، لو شغاله اي شغلانه، فدي سكيلز كده لازم تكون فينا. ان انت لازم تكون منظم، لازم تكون عامل تنظيم لوقتك شكله عامل ازاي، لازم تعرف تحط اولويات لشغلك. انا طبعا الحته دي بس اي فاليو قوي فيها الحته بتاعت التيم ورك. في الاول والاخر انا دايما اقولها حتى كده، ان احنا في مركب واحده يا جماعه. يعني فاحنا we have to respect each other، we have to respect شغلنا مع بعضنا. احنا في الاول والاخر احنا بنكمل شيب واحد، فما فيش حد بيشتغل لوحده. انا الاوتبوت بتاعي مش هيطلع لوحده، مش هيطلع المشروع نجح عشان في تقريري انا اللي انا عملته هو اللي بالظبط. احسن تقرير. الاوتبوت بتاعي مش هيطلع لوحده، احنا في الاخر احنا تيم وورك. فاحنا كلنا بالسبيريت بتاعتنا كلنا احنا طلعنا المشروع ده، احنا طلعنا الاوتبوت ده. فدي ايا كان شغلانتك بقى، اذا كنت بروجكت مانجر او اذا كنت بتشتغل في اي شغلانه في وسط اي حاجه، يعني وي هاف تو ريسبكت الفاليوز ديت. شكرا جدا شيماء، بجد شكرا على وقتك وانا انا اتعلمت مبسوطه منك. اكتر. تسلمي. لو الحلقه عجبتكم تنسوش تشاركوها مع ناس ممكن تستفيد بيها، واللايك والشير والسبسكرايب ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم.